مساء الخير عليكم، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه في الشتاء وفي السقعه اللي احنا فيها دي؟ جبت لكم النهارده كرومبايه هنقطعها بطريقه جديده تعمل معانا ورق حلو قوي، من غير غلبه ومن غير اي عطله. هنقطع شمال ويمين، وكمان هناخدها بالعكس كده، نلفها ونقطع بالعكس على 9 حتت، بحيث ان احنا لما نقطعها كل حبة كده يطلعوا متنظمين، ما تاخدش معانا وقت في التقطيع ولا وقت في السليق ولا وقت كمان في اللف. علشان البنات اللي لسه مش عارفين يعملوا كرومبو وعاطلين هم التقطيع بتاعها ورقة ورقة ونسلقها ازاي والعروق بتاعتها وكل الكلام ده، مفيش الكلام ده. يلا انزلي اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا هايدي وجيه، ودي قناتي مطبخ على نار هادية. وتعالي اقولك هنعمل ايه. احنا قطعناها بالطريقه دي، هنسلك بقى كده وهنفضل حاطينهم فوق بعضيهم كده، وهنسلقهم بنفس الطريقه من غير ما ننعكشهم، علشان يبقوا سهلين معانا ونلف بسرعه بسرعه من غير ما ناخد وقت ولا نتعب. ايوه ايوه، انا عارفه ان في منكم كتير موظفين، وفي ناس نفسها تاكل الورق العنب والكرنب والبتنجان والحاجات دي، ومفيش ورق يعني مفيش وقت تعملها. الطريقه دي سهله جدا. ميه مغليه، حبة كمون، وهنزل بنفس الكمية فوق بعضيها من غير ما انعكشها، وبالمساكة هقلبها الناحية التانية زي ما انت ما شايفة، من غير ما يتكعبل مني. كل حبة هطلعهم فوق بعضيهم كده، واسيبها تتصفى في مصفى لغاية لما تهدى. هسيبها في السليق يا دوبك 3 دقايق، وعلى الوش ده والوش التاني، وخلاص كده. انا عندي هنا كوبايتين من الرز مغسولة ومتصفية مش منقوعة، بصلاية كبيرة قوي متقطعة حتت صغيرة، احط ملح وفلفل اسود وحبة قرفة وحبة بهارات محشي. لازم تجربوا البهارات المحشي، طعمها حلو جدا. ولو ما لقيتيش بهارات محشي عند العطار، حطي بهارات عادية وحطي حبة بابريكا. باخدها على الفلفل، على سوري، على البصلايه المتقطعة حتت صغيرة، واقعد ادعك فيها كده لغاية لما تنزل العصارة بتاعتها. والبصلايه بتاعتي تتبل كويس جدا بنفس الطريقة احنا بنتبل الفراخ والبانيه، لو انتوا فاكرين معايا او انتوا متابعيني. بحب قوي تاخد البصله، تاخد طعم الايه التوابل اللي فيها، وتنزل كل العصاره اللي فيها وتدبل كده. تمام كده. ومعايا طماطم طبعا، ومعايا شبت وبقدونس كزبره. في حبه زيت نزلت بمعلقه كبيره من الصلصه تتحمر شويه، وانزل بالشفشق بتاع الايه الطماطم، اديها تقليبه، سيبها تتسبك. قرب ما تتسبك هنزل عليها بالبصلايه اللي احنا تبلناها وهي لسه على النار. هقلبها تقلبتين كده، البصله تطرى شويه وريحه التوابل تطلع، وبطفي عليها. بعد كده بنزل الرز اللي فيها اللي عندي، كوبايتين اللي عندي، وبعد كده في الاخر البقدونس. وانا طبعا مش حاطه على النار، انا رافعاهم الاتنين من على النار. تمام كده. في ناس بقى بتسبك القوطه لوحدها وتسيبها تهدى خالص، وبعد كده تنزل عليها بقيه الايه الكلام ده. انا بحب جدا ان البصلايه بتاعتي تطرى شويه عشان طعمها ما بيبقاش باين، وفي نفس الوقت تطلع الايه البهارات اللي فيها. قبل ما بحط الرز بشيل حبه كده من الطماطم، عشان اذ ربما فاض عندي ورق وحبيت ازود رز، يبقى عندي طماطم ازودها كمان بالمره. بص بقى، حطيت في قعر الحله الورق الاخضر اللي احنا ما بنحبش نلفه ولا بنحب ناكله، حطيت ورقه كبيره منها تحت وابتديت الف. بص بقى، بكل سهوله تقدري تلفي على ايدك وتقدري تلفي على اي بلانشه. الورق عندي كله فوق بعضه متقطع تقطيع حلو. السلقه كانت نص سلقيه كده، ما تبقاش مهريه قوي الورقه معايا، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه. سهله جدا وبسيطه، شمال ويمين. تنفع تتلف تتقفل من الناحيتين، ما نفعتش خلاص. لو حتة ورقة زيادة باخد الزيادة واقطعها، نفعت تتلف تاني تتلف، ما نفعتش خلاص بركنها. الطريقة دي مش هتخليكي تهدري ورق كتير. العروق كمان يعني وانا وشغالة بقوم شايلاها بايدي، بجيب سكينة جنبي، بقطع على حسب التقطيع اللي في نفس الاتجاه. يعني لو لقيتي وانتي وماشية كده عروق بالعرض، بتقومي لفة الورقة وتسيسيها وتلفيها من الناحية التانية. عارفة كتير بينكم ما بيحبش لف الكرنب، بس الطريقة دي بجد هتخليكي تعملي مرتين 3 في الاسبوع محشي كرنب في السقعة دي. ومعايا السكينة، لو في حتة زيادة من الناحية دي بشيلها، ولو في حتة من الناحية دي بشيلها. هو عادة الكرنب ما بيتقفلش من الناحيتين، بس لان الورق طري زي ما انتم شايفين كده معايا، مخلياها زي الفل طرية جدا وبتتقطع بسهولة. بشيل العروق طبعا وانا وشغالة، ما بشتغلش بيها لان احنا ما قطعناهاش في الاول. بس ميه بقى مغليه، وهنزل عليها بمكعب مرقه خضروات، لان الاكله كلها صامي ومعموله بالزيت، ومش هنحط مرقه لحمه ولا مرقه فراخ. اقتصاديه اقتصاديه 100%. ومش هنعمل جنبيها لحمه ولا فراخ، هي كده بس. الورق انا سايبه زي ما انا بشاور لكم اهو، تقريبا نص صابع فاضي علشان لما الكرنب يستوي ياخد راحته.
ممكن تضيفي على المرقة اللي احنا عملناها بتاعه الخضروات دي حبة ملح وحبة فلفل عشان تطعم الطعم. يا دوبك هتبتدي تبقبق قبل ما تغلي كلها، هقوم مغطيه وشها بطبق علشان الورق بتاعي ما يفكش. وبعد كده اول لما هبتدي اوطي عليه هقوم شايله الطبق قرب ما يجي يستوي علشان ياخد راحته ويستوي كويس بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. طبعا لو انتوا بقى فاطرين هتحطي معلقه سمنه على الوش علشان تدي طعم حلو. يلا نغرف. بصوا الجمال بذمتكم، اصلا الدخان والبخار اللي طالع ده يدفي اي حد. يلا ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفك في فيديو جديد يكون احلى من ده بكتير. باي باي يا حلوين، وبألف هنا على قلبكم.